بمعنى أنه السيد السوداني ممكن أمام مدايات لأنه يخرج من الإطار تسمعني؟ أسمع. إذا تسمعني ليش تلعب بساحتك؟ لا، تصورت أنه سؤالك بعده مستمر. تعرف أسئلتك طويلة تحب التفاصيل. بس من الاحترام كنت استمتع إذا كنت تسمعني من الاحترام أنه تنتبه لي. لا، انقطع انقطع الصوت للحظة معينة، فتصورت أنه أنت زميل وصديق. ايه وأنا هنا أحترمك، مجرد المجيء هو احترام إلك، فيعني هذا الكلام مو لا قصدي من أسئلك باوع لي. عدنان أوكي تفضل. انقطع الصوت، يعني المشكلة كان الصوت. مو قلت لك تسمعني؟ قلت لي أسمع. يعني إذا تسمح لي يعني أجاوبك. انقطع يعني ثواني فتصورت أنه أنت مستمر بطرح فأنت يحتاج لك شوية. شوف، أنت يحتاج لك حسن ظن بالضيف وبالجمهور وبالوضع السياسي. هاي يحتاج برنامجك، حتى هاي الشحنات السلبية الموجودة بالبرنامج تطلع. أنا جوابا على سؤالك والله جاي اشتغل بدون أي شحنات سلبية أستاذ. أنا ماخذ إجازة شهر وجاي يعني ما عندي صاحبك يعني أنت صاحبك تحكي وياه بهالطريقة. لا مو أنا جاي أسألك أنت تباوع ساحتك يا صديقي يا زميلي يا حبيبي يا صديقي أنا ترى ما عندي أي شحنات سلبية. تمام بالعكس يعني جاي أمدح بالسوداني. لا هو لا أحكي أنا أحكي بهذه الطريقة. لا أنا أحكي بهذه الطريقة. لا أقول أنه هذا الكلام عن فرضية الصدام بين الإطار وبين السوداني، هذه هي أيضا فرضية سلبية.